السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة معانا فيديو جديد من مطبخ سيسي. طبعا احنا متعودين ان كل اكلاتنا بنعملها بالاسكندراني. النهاردة معانا اكلة حلوة جدا جدا. بصوا بقى، قبل ما اقول لكم الاكلة ايه، انا كنت بتمشى مع جوزي النهاردة، فقلت له انا نفسي كده هفاني على سندوتشات كبدة. بصراحة كده رحنا المحل لقينا السندوتش الكبدة الفينو لقيناه ب35 جنيه. فايه ده؟ يعني لقينا سعره عالي جدا. فقلت له طب ايه رايك لما ننزل نشتري نص كيلو كبده او كيلو كبده للعيال ونعملها احنا، وانا هعملها زي المحل بالظبط واحلى من المحلات بالظبط. بصوا بقى حبايبي، كده معانا هنا اهو، ده نص كيلو ده نص كيلو، معانا كيلو كبده. رحت بقى نزلت كده جبت عيش فينو كده ب20 جنيه عيش فينو، تمام. وقلت بقى انا هعملها النهارده احلى من المحلات، خلاص ونوفر الفلوس، تمام. بصوا بقى معايا، عايزين بقى الطريقة الاسكندراني ولا بنت عمها؟ طبعا عايزين الطريقة الاسكندراني. بصوا بقى معايا، مصفى خلاص وهنفضي فيها الكبدة. بصوا حبايبي، الكبدة الاسكندراني اوعي تغسليها، اسكندراني او غيرها بقى، الكبدة ما بتتغسلش، الكبدة ما بتتغسلش. خلاص، بسم الله الرحمن الرحيم. هنفضي الكبدة كده كده، فضي الكيس التاني ده كده كيلو كبده. خلاص، يبقى احنا اول خطوه ان احنا بنفضي الكبده في مصفى. طيب هنعمل ايه تاني؟ احنا هنضيف عليها ده كده قرن فلفل مع فص ثوم واحد، مفيش اي بهارات ولا في اي ملح ولا اي حاجه دلوقتي. هنضيفها على الكبده، تمام، وهنقلب. خلاص، يبقى احنا اول خطوه حطينا الكبده في مصفى عادي جدا، حطينا عليها قرن فلفل مهروس وفص ثوم مهروس. خلاص، كده حبايبي الكبده هنسيبها نص ساعه تصفي دمها، وتعالوا بقى نرجع نشوفوا هنعمل الكبده الاسكندراني ازاي. تابعوني، ما تروحوش كده ولا كده. خلاص، بصوا حبايبي، دلوقتي بعد ما الكبده نزلت ميتها وعدى نص ساعه، انا دلوقتي جبت طاسه على النار فيها شويه زيت، يعني زي 4 معالق او 5 معالق زيت، تمام. بصوا بقى هنعمل ايه. المفروض ان الزيت دلوقتي قدح، خلاص. هننزل ب5 فصوص توم مهروسين. ركزوا معايا يا حبايبي، دي الطريقه الاسكندراني، لو حد قال لكم بتتعمل غير كده يبقى كداب. هننزل عليها بمعلقه كزبره ناشفه، طبعا الكزبره الناشفه مع الثوم بتعمل ريحه حلوه جدا، تمام. تصفر بس معانا شويه، طبعا النار عاليه معانا، النار ايه، نار الكبده تبقى عاليه معانا. خلاص كده، خلاص كده اصفرت معانا. بصوا يا حبايبي، ننزل بالكبده بقى. ننزل بالكبده كده، بصوا مش هنقلبها، خدوا بالكم، احنا بننزل بيها كده ونسيبها شويه، وهوريكم هنقلبها ازاي. كده هنسيبها شويه، الكبده ما بتتقلبش في الاول عشان بتنزل ميه كتير، واحنا مش عايزينها تنزل ميه كتير، تمام. يبقى احنا بنحط الكبده بالمنظر ده. يبقى احنا اول حاجه عملنا ايه يا حلوين؟ ثوم مهروس حط في الزيت وهو بيقدح، عليه معلقه كزبره ناشفه، مرر شويه معانا الثوم، نزلنا بالكبده، ما قلبناش الكبده في الزيت لسه، خدوا بالكم. بصوا هي دلوقتي كده اخدت الصدى بتاعتها شويه. بصوا بقى بنقلب ازاي، نقلب كده كده. يا رب يكون الفيديو يعني التصوير، نقلبها كده، نقلب الكبده مش هنقلبها، هنقلبها قلبه تانيه، فاهميني؟ يعني هنقلبها قلبه تانيه عشان تاخد برضو اللون.
يعني احنا كده يعتبر قلبناها قلبه تانيه. نحاول نقلب كل اللي ما اتقلبش كده نقلبه. طبعا لو انتوا معاكم حاجه تانيه اكبر من معلقه الموضوع هيبقى احسن معاكم. تمام. وبرده هنسيبه شويه. الكبده ما بتتقلبش، تبقى الكبده ما بتتغسلش والكبده ما بتتقلبش في الاول. تتقلب امتى؟ لما تستوي. يبقى احنا كل اللي بنعمله ان احنا نحس ان هي اخدت وش من الناحيه التانيه نقلب. بنقلب بس بالراحه خالص. بصوا بقى هي كده تقريبا خلاص يعتبر اغلبيه الكبده اخدت الصدمتين من وشين. بصوا بنقلب بقى عادي. طبعا كل ده النار عاليه معانا، كل ده النار عاليه معانا. ما نزلناش بالملح لسه ولا الكمون. بهارات الكبده كزبره وملح وكمون. مش عايزه اقول لكم الريحه من دلوقتي عامله ازاي، يعني ما شاء الله بجد. الريحه عايزه اقول لكم يمكن وصلت للجيران خلاص، واحنا لسه ما حطيتش التوابل. ما بالكم بقى، ما بالكم بقى لما انزل بالتوابل كده ايه اللي هيحصل. بص انا بقلب بقى بقلب جامد بقى، عمرها ما تنزل ميتها كده. بصوا بصوا مفيش الا الزيت اللي انا حطاه. بقلب بقلب جامد. هي بتتعمل كده حبايبي في المطاعم المحلات، دي الطريقه الاسكندرانيه. تمام. هي بصوا معايا كده هي تقريبا خلاص يعتبر كده خلاص استوت. نبدا نحط البهارات. معلقه ملح، ايه كمان، معلقه كمون. قلب قلب يا واد بقلب جامد. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ الخطوه الاخيره هننزل بالفلفل. فلفل الوان بقى، اخضر كده على احمر، والله في اصفر ما يضرش. بصوا انا مش عايزه اقول لكم بجد 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 اعتمدوا الطريقه دي وادعوا لي. اعتمدوها بس. يعني اي حد فيكم يحب ياكل كبده اسكندراني بجد يعمل الطريقه بتاعتي دي وبجد مش هيندم. بصوا طبعا احنا اصلا الفلفل بنحطه بعد ما تكون الكبده استوت. الفلفل مش عايزينه يتهرى في الكبده، لا احنا عايزينه بالمنظر ده. يعني احنا كده خلاص يعتبر احنا خلاص ثواني وهنطفي عليها. هي كده الكبده معانا بقت قمر قمر. الله الله الله. ما تروحيش في حته بعد ما نخلص الكبده، لسه هوريكم طريقه الطحينه الاقتصاديه الموفره بتاعه المطاعم برضو، عشان لسه هنعمل سندوتشات الكبده بيها. فاحنا قاعدين مع بعض النهارده شويه بقى يعني، ها ولا زهقتوا مني؟ يا رب يجعلني دايما ضيفه خفيفه عليكم حبايبي. بصوا خلاص كده احنا كده طفينا النار. نعمل ايه بقى؟ ننزل بالليمونه بتاعتنا بقى، الليمونه بتاعتنا بقى الحلوه بقى. يا سلام. والنبي شكلها الريحه وصلت لكم من هنا.
الله. بصوا حبايبي كده دي الكبده. انا عايزه اقول لكم الكاميرا ظلموها، يعني الكاميرا ظلموها بجد. خليكم معايا بقى عشان نكمل السندوتشات الكبده ونشوف هنعمل الطحينه الموفره ازاي. تعالوا كده بقى معانا ال 20 جنيه عيش فينو. خلاص تعالوا بقى كده نقصه مع بعض كده. يلا ادينا بنتسلى. كان سنكم قد ايه لما عرفتوا ان العيش الفينو بيتقص بالمقص مش بالسكينه؟ عشان عرفت الموضوع ده متاخر شويه بس، فعايزه اشوفكم كده في التعليقات تقولوا لي ايه. بس بجد يعني المقص ده حاجه روعه كده، سريع وجميل وما بيتعبش. بصوا حبايبي انا عايزه اقول لكم بقى موضوع سندوتشات الكبده ده بجد بجد. لما انا قلت لجوزي بقى تعالى نوفر، يعني سندوتش ب 35 جنيه فينو زي ده كده بالظبط 35 جنيه، حرام. لو انا جبت لي اتنين وهو اتنين يعني 140 جنيه. طب خلاص بقى لما انا اقترحت عليه بال 140 دول نجيبه بقى ايه كيلو كبده كده من بره. طبعا في ناس هتقول لي ايه ده، ايه ده يا سيسي انت بتاكلي كبده مستورده؟ ايوه طبعا. انتوا فاكرين المطاعم دي بتعمل لنا كبده ايه يا حبايبي؟ بلدي مثلا؟ لا والله تبقوا غلطانين. هي المستورده اللي احنا بنجيبها. تمام. وطبعا انتوا عارفين انا معتمده في الاكلات بتاعتي في قناتي اللي انا دايما اجيب الحاجه الموفره واعمل لكم اكلات موفره واقتصاديه. فانا عايزه اقول لكم يعني شوفوا بقى احنا الاربع سندوتشات اللي كانوا هيكلفونا 140 دلوقتي احنا هنعمل كام سندوتش. مخلصهم كده عدهم بقى بصراحه ما عديتهمش، يعني هو جوزي اللي جاب العيش بصراحه هو قال لي ب20 كام بقى ما اعرفش دلوقتي، مش متابعه الاسعار بقى اللي كل شويه تعلى دي بصراحه. فاحنا دلوقتي نخلصوهم ونشوف ايه هيعملوا كام رغيف ونشوف انه اوفر لينا. طبعا اللي انا عملته ده هو عين العقل، مش عايزه اقول لكم جوزي فرحان بيا قد ايه. ما طبعا يعني ايه الازواج بتفرح في الاول بعد كده بتزعل في الاخر مش عارفه ليه. خلاص يا حبايبي بصوا احنا كده خلصنا الكميه معانا. بصوا يا حبايبي كده احنا طبعا دلوقتي هنعمل الطحينه. ايه ده ايه ده يا سيسي ايه الطبق اللي فيه ميه ده؟ هقول لكم الطبق اللي فيه ميه ده ليه. انا معايا دلوقتي عيش فينو. بصوا معايا 3 رغيفه فينو. طبعا كنت شايلان في الفريزر، لما بيتبقى مننا حاجه بشيل في الفريزر بحتاجهم بعد كده للطحينه. بصوا حبايبي هنحطها جوه الميه المغليه دي كده، يعني نقطعهم قطع كده. بصوا يعني انا مش عايزه اقول لكم 5 دقايق هيكونوا بيشوا. بصوا اهو يعني خلاص يا بصوا هما حطيته في الميه باش اساسا. هو كده ايه هتبوش، وهنشوف هنعمل ايه اول ما العيش الفينو يبوش في الميه السخنه. بصوا بقى حبايبي كده خلاص العيش باش معانا خالص اهو. نعمل ايه بقى؟ نجيب الكبه بتاعتنا او الخلاط زي ما تحبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط العيش كده خلاص العيش كله باش. انا عايزه اقول لكم بعد 5 دقايق، بعد 5 دقايق. ايه ده وانا بعمل كده ليه؟ بعمل كده لان يا جماعه الطحينه بقت غاليه جدا. الطحينه بقت غاليه جدا، حرام ان انا اجيب مثلا ربع كيلو ولا 8 كيلو واعمله على مره. لا انا بمعلقه واحده هعمل كميه كبيره جدا وهتشوفوا دلوقتي. طيب احنا كده خلاص حطينا العيش. طيب ننزل بمعلقه الطحينه اهو. بصوا قدامكم اهو اهي معلقه طحينه اهي. معلقه طحينه والله انا حطاها قدامكم. يعني انا مش من النوع كمان اللي انا بعد الفيديو او اقطع الفيديو واحط حاجه ثانيه او ازود، لا والله زي قدامكم بالظبط. طيب هننزل بايه تاني؟ شويه زيت. تمام. معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره كمون، رشه خل،
والله بقى انت عايزه تزودي توم زودي، مش عايزه تزودي ما تزوديش. انا بالنسبه لي يعني ولادي ما بيحبوش فيها التوم خلاص، فعشان كده ما زودتش، لكن انت لو زودتي بجد هيبقى جميل جدا برضو. نبدا نشغل. بصوا يا جماعه كده خلاص الطحينه كده خلصت، والله العظيم انا ما عايزه اقول لكم الكميه دي كلها طالعه من معلقه طحينه. بصوا يعني حتى بصوا الكاميرا ظلمه، بصوا التقل. هي دي بتاعت المطاعم اللي بيعملوها، خدوا بالكم عمرهم ما هيعملوها لكم بطحينه صافيه. هي دي وهتطلع معاكم نفس الطعم بتاع المطاعم بالظبط. شوفوا الكميه بقى، يعني انا لو معلقه الطحينه دي ما كانتش هتجيب لي المعلقه دي، كنتش هعمل المعلقه دي في الاخر خلاص. فانتوا جربوها كده بجد هتلاقوها موفره جدا وهتعجبكم جدا. خلاص يبقى احنا كده الطحينه خلاص جهزت معانا. العيش خلاص احنا فتحناه مع بعض وجهزناه. طبعا الكبده بقى عشان قعدت شويه بردت مننا، بس يلا حطيناها كده على النار شويه خلاص. يلا بقى تعالوا نعمل السندوتشات مع بعض ونشوف هنعمل سندوتشات ازاي. تعالوا بقى حبايبي يلا نعمل السندوتشات مع بعض. اهو الرغيف اهو مفتوح من اللي احنا فتحناه مع بعض. بصوا بقى الاول هنحط فيه طحينه كده من تحت كده خلاص، وبعد كده هنحط الكبده عادي الكميه اللي احنا عايزينها بقى في الرغيف بقى. عايزين تكتروا عايزين تقللوا، بصوا اهي. بصوا الجمال، بصوا الجمال، والله ده بره ب35 جنيه. شوفوا احنا هنعمل بقى كام واحد منه. وبنحط فيه كميه محترمه كمان، يعني مش اي حاجه كده عشان اثبت لكم اللي هي هيعمل كميه معايا، لا ده انا متاكده ان العيش الفينو هنحتاج تاني. طحينه. بصوا بقى في ما بيحبوش الطحينه مش لازم، ممكن تحطي بقى قرنين فلفل حامي لو عايزه تحطي شطه. انا بصراحه براعي الشطه والكلام ده، بحبها جدا بالشطه طبعا وبالفلفل، بس براعي الكلام ده عشان خاطر ايه عيالي صغيرين وكده ما بيحبوش الشطه ولا الفلفل ولا الكلام ده. فانتي براحتك خالص، بس اعمليها بنفس الطريقه بتاعتي كده وهتعجبك جدا. بصوا حبايبي انا هخلص بقى بقيه الكميه دي عشان ما اطولش عليكم في الفيديو ونرجع نشوفها بعد ما خلصت. بصوا حبايبي احنا كده خلصنا السندوتشات الكبده كلها. بصوا عملوا معايا كام؟ 14 رغيف، والرغيف يعني مخدوم طحينه ومخدوم كبده كتير. بصوا بقى المفاجاه بقى، المفاجاه بقى. بصوا فاضل قد ايه، بصوا فاضل قد ايه كبده، والله زي يعني قد نص الكميه بالظبط. يعني احنا كمان هنبعت دلوقتي نجيب 14 رغيف كمان. يعني بصوا يا بنات معاكم الكبده كده، كيلو الكبده هيعمل معاكم زي 30 رغيف مرتاح، 30 رغيف مخدوم ومرتاح. بصوا بقى كمان الطحينه فاضل معانا قد ايه، والله فاضل اكتر من نص الكميه، اكتر من نص الكميه من الطحينه اللي احنا عملناها بمعلقه طحينه واحده. طبعا بقى ايه الكبده دي كده دلوقتي. بصوا حبايبي طبق الطحينه كده، وطبق مخلل اللفت كنت عاملاه هبقى انزل لكم طريقته. بصوا ده مخلل اللفت وسندوتشات الكبده، وبالف هنا وشفا على قلبكم.